يا مو؟ شبكي؟ ما حدا رضي من الحارة يبيعنا. شو؟ ليش يا مو؟ أبو شهاب بده يموتنا من الجوع. أبو شهاب؟ أعطي أمره بكل الحارة إنه ما حدا يبيعنا، ولا أي حدا من نسوان الحارة يفوتوا لعنه. لك حتى ما خلاني أطلع من الحارة لحتى أروح أشتري أغراضي من حارة تانية. امزكي اللي عاملة حالها رفيقتي ما فوتتني على بيتها. بس أنا رحت لعند سيدي الشيخ وقلت له يلاقي لي دبارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل الله يا أبي. منا ومنكم صالح الأعمال. هات أبي، هات أعطيني قصص الخروع. شو في يا أبي؟ ما في شيء أبي، خالك أبو شهاب ماني حدا يبيع على حماتك، ماني حدا يزورها، حدا يشوفها، تروح لعند حدا يروح يجي لعندها. بتستاهل يا أبي. عيب لك أبي، لا يكون قلبك قاسي مثل خالك، الله يرضى عليك، هات روح الورد أبي. لكن هي تقسي قلبها وتقول أنا جاي قتلها. لك أبي قوم بطل نبيعها يعني، بطل خليها تاكل، أنت بتعرف بني آدم إذا منع عنا الأكل شو بيساوي لك أبي؟ ما بعرف يا أبي، بس خرجة. شيء؟ هذا ظلم لك أبي، ظلم والجوع كافر. بني آدم إذا جاع بيطلع عن طوره لك أبي، ما بتعرف شو بيطلع معه. بعدين أنت نسيان الولد اللي بطل حرمتك لك أبي؟ اللي حيصير عليه نفس اللي حيصير على أمه وعلى سته، صبروا بيصبرون. شو يعني يا أبي؟ شو دخل ابني بحماتي؟ ليش مرتك وين هلا؟ عند أمها. لك أبي الحبلة لازمها غذاء، لازمها غذاء. الولد إذا ما تغذى ببطنه لك أبي بصير عليه شيء لا سمح الله. فهمت بقى أنا ليش مقروق؟ شو نساوي يا أبي؟ يا الله يصلحوا خالك على العملة، أنا بعرف شو بدنا نساوي. قال بدي أدب الحريم قال كله مشان أمك. يا مو جا عبالي فركت بطاطا. ما عنا غير النواشف يا مو. ايه نعمة كريم. وما عنا كمان غير هالخبز اليابس. إلهي يصطفل فيهن يا حق.